الكوره رايحه في داهيه. والجون اللي دخل فينا اتلغى. نبدا بقى نبدا. يلا تسوق. يلا حسن اتفضل. ماشي. ايه استنى نسمع الحوار. خناقه. دعوتكم حلقه جديده من دول 3. ماشي يا اخويا، يلا خش في حمدو على طول. ماشي. قبل ما نبدا الحلقه عايزين بقى ايه يا اخويا؟ عايزين نشكر حد على جيف اواي، على حاجه نحطها في السيت اب. حبيبي يا كبده والله. لا واحد مش كبده. ماشي. بص يا اسطى، صفر ده شويه. بص يا اسطى، ده اوريها لك واحد كان اوريها لك الكاميرا. ده هنا مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها دول 3. ماشي. هنا يا اخويا مكتوب عليها ايه؟ يا ابني مع نفس الكلام اللي اكيد مكتوب عليها دول 3. اوريها لك يا اسطى، وريني اوريها يا لك. عم. مش كده يا عم، الراجل تعبان فيها. لا وريني. والله شكرا. ما اعرفش انت مين بس هنقول حبيبي. اسمه دلوقتي، اصبر. بس حاجه هاند ميد تحفه صراحه يعني. لذيذ. لذيذه حلو. طبعا. مش لازم لا نقول لي كده. الشركه الكبيره عشان ما نروحش في داهيه. مش تقول لي جاتسو. والله هو بقى اتقال. انا ماليش دعوه. لا بس عامه هي جامده فشخ. نوريها الناس. كنت اوريها الناس. بصوا يا جدعان، ده شكرا لاخويا رضا السيسي، على الراجل هو اللي كاتب دول 3. أيوة. احلى شوت اوت لاخويا. فبس كده. بس لو كنت كاتبها بالبرتقاني كان هيبقى الراجل أحلى. ما كانش معاه برتقاني. بهزر. خلاص. بس تسلم ايدك يا والله. باشا حاجه هتحط في هاند السيت اب، ميد تحفه. وممكن نحطها بقى يا باشا هنا. نشوف لها مكان في السيت اب، بس حطها هنا دلوقتي. حطها فوق الاسكاب بتاعي. حطها هنا كده. لا بس حطها كده. ونبدا بقى ايه؟ نبدا الحلقه. ابدا يابا. اسبوع جديد وحلقه جديده من دول 3. لو سبت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك. وماشي حطها هنا. تمام، حطها هنا زي الفل يا باشا. عشان بس شكرا للراجل. شكرا الراجل. تبقى معانا الحلقه دول 3 تبقى باينه. تبقى معانا الحلقه كلها. تمام. نبدا بقى في الموضوع. انا بقى عايز ابدا منين؟ انا كنت مستني صراحه جوارديولا يكسب بعد سلسله يعني 10 ماتشات 11 ماتش. مستني جوارديولا يكسب عشان انا كان في حاجه عايز اتكلم عليها، وهي نبدا بيها الحلقه دي. وهي نهايه، انا شايف ان احنا داخلين في حقبه في الكوره، في حته نهايه عصر التيك توك شويه. وانا صراحه كنت اتخنقت، وصلت الليفل اللي اتخنقت من طريقه لعب جوارديولا. وده من ناحيه ايه؟ ده من ناحيه انه انت عندك دلوقتي في لعيبه كتير. اولا بالنسبه لي الكوره هي سايكل وبتقعد تلف وتروح. يعني جوارديولا ما اخترعش. جوارديولا ممكن اضاف على الكره الشامله شويه، اضاف فولس 9، اضاف كام طريقه لعب زياده، لكن هو مش هو اللي اخترع الطريقه اللي بيلعب بيها. وبرده يورجن كلوب مش هو اللي اخترع الضغط العالي. هو جوارديولا مش اللي هو، مش هتكلم على يورجن كلوب بالظبط عمل ايه او ما عملش ايه عشان ما ركزتش هو كخطه كان ماشي عليها ازاي. بس جوارديولا ما اخترعش الستايل ده، بس هو اللي طوره، هو اللي نقله لحته ثانيه، خلى فرقه بقى تاخد منه. بالظبط اوريدي فاهم. مفيش. انا بتكلم انه كده مفيش حد في الكوره عموما في تاريخيا. يعني خطه ديزيربي اللي لعب بيها النهارده، اللي عملها ساعه برايتون، اللي هي كله مشي بيها الثلاثه ورا الدبليو اللي هي الام اس دي كان مدرب المجر بيلعبها في كاس عالم 52. فالكوره في الاول في الاخر ما هي الا سايكل بتاعت يعني يورجن كلوب. ممكن جوارديولا اضاف الفولس. اتفرجت على كاس عالم 250؟ ايه؟ اتفرجت على كاس عالم 250؟ لا بس كان متابعه عادي يا اسطى. احكي لك الكوره ازاي، احكي لك ازاي الكوره دخلت المجر. ده مش هنا. انا حكاية لك كده عادي. هندخل الحاجات كلها في بعض. مين خد البطوله؟ في ايه؟ المجر خسرت في النهائي ساعتها. ده الجيل الذهبي بتاع المجر. مش فاكر 52 ولا 48. خسرت في النهائي ساعتها. ده كان الجيل التاريخي يعني المجر، وكان الجيل اللي كان المفروض ان هو كان ساعتها اصلا كانت المجر من اول فرق اصلا. كانوا في ليهم لقطات اتفرجت عليهم. هم فعلا الباك بيضم زي ما كان. المجر دي اللي هي بودابست صح؟ انت بتضحك ليه؟ انا بتكلم صح. بودابست ايه عاصمه المجر؟ يعني ايه المجر؟ هي بودابست. طب ليها اسم تاني بالانجليزي؟ هنجري. هنجري. فدي هي في الاول في الاخر هي كانت يعني كان باك بيضم زي كانسيلو ونفس طريقه اللعب. بس ممكن جوارديولا اضاف عليها فكره الفولس 9، او ممكن نقول ان هي مع جوارديولا ساعه ميسي اتسمت. يعني بوشكاش كان بيلعبها وما عرفش انها فولس 9. يعني هو كان بيسقط عشان هو المهاجم اللي ما بيعرفش يخش جوه البوكس. فاهم؟ فبالنسبه لي الكوره يعني هي سايكل بتقعد تلف. ويورجن كلوب جه خد اللي كان ممكن بيكنباور بيعمله، حط الضغط العالي، عمل فكره الفولس 9 خدها من جوارديولا حطها في خطه، ظهر فيرمينو. فبقى في طريقه لعب مع باكين بيرفعوا، بقى في طريقه لعب ليورجن كلوب اللي ممكن فرق ثانيه خدتها. فانا كانت في حقبه في الكوره عموما كانت خانقاني، هي حقبه تيكي تاكا. انا دي من الحقب اللي بالنسبه لي خنيقه. فكره انه وبالذات لما جوارديولا جه البريمير ليج بقى، فاهم؟ تنزل تلعب ولفرهامبتون تلاقي عايز تمسك كوره، تنزل تلعب برايتون تلاقي عايز، مين هيدافع لما ننزل العب ولفرهامبتون وبرايتون وكده وعايزين يمسكوا كوره؟ فانا برضه ما لو دفعوا عليك انت هتشوف عقم كروي. ماشي عادي يا عم، سام دايش بلعبه وبكسبه. بس انا شايف ان الكوره رايحه الحقبه بتاعه اللي كنت عايز اسالك في الحوار ده، ان هي الكوره
حاسس ان هي خلاص هي ابتدت كده كده نهايه عصر التيك توك من ناحيه الاستحواذ، خلاص ما بقاش فيه فرق. يعني تبص على فرق العالم كلها دلوقتي هتلاقي كلها بتلعب، حتى ارسنال ما بتلعبش تيك توك، بتلعب على المرتد، مش مرتدات حتى، وفي طلوع بالكوره بس هتلاقي اغلبيه الاجوان بتيجي من لعب شبه لعب ريال مدريد. برشلونه ذات نفسها ما بقتش تلعب في لمسات حلوه وانطوات. بس انت بقى لو خدت بالك ان اسبانيا نفسها اليورو اللي فات كانت اسبانيا قعدت فتره في عقم في الفرقه، في عقم في المنتخب. اسبانيا في اليورو اللي فات رجعت التيك توك الفرقه كلها. مش قوي، مش بتاعت يعني مش بتاعت اسبانيا، مش بتاعت تشافي ونيستا مش والشباب اللي هي كانت موجود ساعتها، اللي هو لو جت بس كوره رجعت الستايل ده. لا، هي ماسكه الاستحواذ الماتش كله، بتعمل التيك توك على اي منتخب هتلعبه وتطلع بيها قدام ده الخط. حقيقي، بس مش كل يعني بتكلم بتاعك على ايه؟ انت مش سامع؟ طب ده في شقه ولا في الشارع؟ ايه في الشارع يا ابني؟ ما تيجي نتفرج. انا هموت واتفرج. بس يا عم، فانا كنت بقول لك قول لي بقى. ان لو على التيك توك في اسبانيا بس مش زي زمان يا اسطى. مش زي زمان يا تسوقي، ماشي، بس ممكن البطوله الجايه لاسبانيا ما اعتقدش تبقى زي زمان. الفرقه بتتطور، العيال الصغيره اللي كنت منتخب اسبانيا معظمهم شباب، عيال صغيره قوي. انت فرقتك ذات نفسها اصلا قايمه على لاعبين، انت نفسك مش عارف فرقة تقدمها. مين؟ انت برشلونه، انت من غير برشلونه يامال فليك اصلا مش بيلعب تيك توك، افهم بقى حتى دي. لو بيلعب تيك توك وانت هو فريق. اصلا الراجل مش جاي يطبق خطه معينه. حتى لو طبقها، وفي اسبانيا برضو انت في اليورو انت لو انا شفت شفتها لعيبه قوي الصراحه، شفتها قوي التيك توك دي لا، في هو اسبانيا. في لعيبه بتعرف تسلم وتستلم، عشان في لعيبه كتير من اللمسيه وبيعرفوا يعني عندهم الحاجه دي ممكن بالفطره، لكن ده مش سيستم. ماشي، بس هو بره اللمسيه انا شفت مثلا ماشي، ما هو مين بقى؟ اللعيبه عادل اللي جاي اللي من باريس، الفرق اللعيبه اللي هي مش هو من برشلونه. هو تعالى نحسبها مين اللي كان بيلعب في اي لعيب من بره الدوري الاسباني عامه بيتاقلم على التيك توك، ويعني المدرب ديلافوينتي قال الخطه معينه، نلعب بستايل معين هو بيشرح عليها. الراجل ده كان معاهم، الراجل ده كده كده كان معاهم من وهم صغيرين. انا بتكلم فيه بالذات نقطه الاستحواذ. انا ببتدي احس ان يعني هي كانت في كده حقبه جت الكوره من 2014 لحد مثلا 2020، اللي هو تلاقي بايرن ميونخ جوارديولا مشي، بايرن ميونخ بتلعب بنفس طريقه اللعب اللي هي البوزيشننج، تلاقي الفرق بريمير ليج ابتدت تلعبها، فرق في اسبانيا ابتدت تلعبها. انا بحس ان دلوقتي مع طلوع لعيبه زي يامال والجيل اللي طالع قريب للجيل اللي طلع اللي هو بتاع الظاهره، والجيل بتاع زيدان، والجيل بتاع ديل بيرو، الجيل اللي هو مهاري اكتر يعني. اللي هي من الاخر يا باشا هو نازل يتبسط، هو نازل يلعب كوره، مفيش بقى جو بقى ايه. يعني انا في اخر 4-5 سنين كنت بحس اللعيبه مكن خلاص، حتى بتوع اسبانيا وبتوع المانيا. دي حقيقه. يعني ابتدي دلوقتي احس حتى لما تبص على اللعيبه اللي طالعه صغيره في ايطاليا بقى في نوع من المهاره شويه، ما بقاش كله اللي هو نازل ملتزم بالخطه ابتدت ترجع زي زمان، ومش عارف ابتدى يبقى ايه. في كوره. انت في كل جيل هتلاقي فيه 2 3 طالعين كده يمتعوا الناس. ما هم دول اللي مش هتلاقي ان يعني انا مش شايف ان الجيل لا، جيل كريستيانو وميسي ده كان كله روبوت. بره كريستيانو وميسي هو كان كله روبوت. سواء انت مين يا اسطى؟ ليه كلهم سياسي يا اسطى يا حبيبي، روبن ريبيري كان روبوت. ايه روبن وريبيري كان روبوت يا حبيبي؟ نيمار كان روبوت يا حبيبي. لا، هو روبن انا ممكن اعد لك هو مليون روبن لعيبة هو روبن مش كده روبوت. روبوت، ان حد يقعد ياخد نفس الفنت لا في فرق بين مهاري ليه سيجنتشر معينه بيعملها، أيوة ماشي. وان هو لعيب مكنه يقطع حمدي فتحي. لا، ما هو مش كلها حمدي كده، فتحي، فاهم؟ هو كده كمان هو راجل وينج. انا بتكلم في طريقه اللعب، بتكلم في فكره ان هو انت لما تيجي تبص هتلاقي ان اغلبيه الجيل كله هو ايه يعني. انا بشوف ان الحاجه الوحيده اللي اضافتها الكوره بالنسبه لتيك توك طبعا غير الكوره الجميله بس جوارديولا خدها في حته خنيقه. يعني هي لحد مثلا برشلونه 2015 انا بالنسبه لي اصلا لويس انريكي كانش بيلعب تيك توك لحد برشلونه 2000. يعني بالنسبه لي بعد ما جوارديولا مشي انتوا بتلعبوا اللي هو ايه، بتلعبوا كوره حلوه بس دي محدش عارف ايه. تمام. لحد 2015 كانت حلوه. بعد كده بقى جوارديولا خدها في ليفل خنيق، خدها في ليفل اللي هو ايه، معلش، خدها في ليفل خنيق، خدها في ليفل اللي هو معلم اللي انت بتلعب كوره. عارف ليه؟ عافيه. انت ليه حسيت كده؟ ان هو كان مسيطر جدا بالطريقه دي. لا، فتحس ان هو يا سخيفة. عم يا ابو ام طريقتك، انت كل مره بتكسب بنفس الستايل، فانت اتخانقت لاجل الستايل اللي هو مسيطر بيه جامد، فاهم؟ ماشي، يعني انا انت جيت معاك. تقول الكلمتين دول امتى؟ لما بدا يخسر. لا، انا استنيته يكسب 2-0 لا كسب. انا كنت عايز اتكلم، استنيته. انا عايز اتكلم فيها من اول موسم. الراجل بيخسر بقى له 10 ماتشات بيخسر، مستنيته يكسب عشان اتكلم اقولها. وهو بيخسر. عامة ملخص الكلام، انا رايي زي رايك، انا ما بحبش تيك توك اصلا. لا، انا شايف ان هي خلاص هي اضافت حاجه للكوره، ان هي الطلوع بالكوره واللعيب والجو بقى كابتن اونانا والجو الحاجات دي. اونانا بدل اللي عشان يطلع بالكوره والحاجات الحلوه دي، فاهم؟ بس انا بتكلم فيه ان هي خلاص يعني دلوقتي الكوره بتيجي تبص على عيال الشباب اللي طالعه، الكوره رايحه اكتر للعب الفردي. يعني الستارز بتوع العالم دلوقتي، يعني انا اسف انا جبت مبابي بقى ده قلت له جبته على اللاين وقلت له بقى مثلثات مربعه هيشتمك خلاص. يعني مبابي ده مش اللعيب اللي تحطه بقى تقول له استلم ومثلثات مربعات وهنا لما تجيلك الكوره لف، وهنا لما تجيلك الكلام ده مش هينفع. فينيسيوس نفس الكلام، لو جبته بلينجهام ممكن يعملها بس مش دايما. هو اللعيبه فينيسيوس ما يعملهاش، مبابي يعملها. مبابي لا عملها كتير.
يا اسطى انريكي نفسه حاول معاه برضه، إنريكي مين؟ انريكي في باريس حاول معاه، ما هو ما عرفش. هو مبابي لعيب يا باشا. انا هنا مبابي ما كانش بيلعب السنه دي، مبابي اصلا ما كانش بيلعب معاهم السنه دي. هو لعب ماتش انا فاهم، بس ما يعني من اول السيزون في مشاكل ان هو ماشي، فنيجي جاي عارف ان هو السيزون جاي ماشي، فانا مش عايز اعتمد عليه قوي. هو لو ما بيلعبش شفت اللي كان ما بينهم بين العوده والذهاب بتاعكم يعني. هو يا لو ما حبيبي انا بيلعبش مش فاهم، انا مهتم. فاهم، بس انا بقول لك عشان كده بقول لك اصلا انا عارف ان هو هيقول الجمله دي عامه. ايوه اصل هو كده زي ما بيلعبش. انا قصدي اقول لك ان هو اصلا ما كانش معتمد عليه في خطه معينه، ان هو عارف ان هو هيسيبه وهيمشي، وخلاص امبابي لو ماتش مهم هننزله نشوف امبابي هيعمل ايه بس. ماشي فاهم الفكره؟ بس فهو مش معتمد عليه ان هو هيعمل بلان على كيتشن امبابي. امبابي لو حد جه قال له بقى انت تلعب على الشمال هنا الكوره تجيلك تلعب مثلث نونو مينديز يعني انشيلوتي هيجيلك. لو ما قالوش كده مش هيعمل كده. ايه انشيلوتي لو ما قالوش هو دي فكره ريال مدريد. انت امتى ريال مدريد كان فيها؟ ريال مدريد هي فرقه حسن شحاته 2010 هي في منتخب فاهم كده، انزل العب واتبسط فاهم. انت واخد فكره غلط عن خصوم مدريد. ليه يا اسطى؟ انا بقول لك لا هي مدريد والله كده. العظيم. امتى مدريد لعبت كوره؟ هي مدريد ما بتلعبش كوره، هي لعبها مرتدات، شويه لعيبه بتنزل. لا انا بحسك دايما بتشجع الليفر وبعدين مدريد، مش عارف ليه. اطلاقا والله انا العظيم. بشجع ليفربول اشجع مدريد ليه؟ والواد ده كمان. طب هي حاجه تضايقك في ايه يعني؟ نفترض ده مثلاً. ماشي، ده راجل ما بيشجعش فرقه كبيره اصلا. ايه ده؟ لا بيشجع فرقه محترمه صح. ماشي لكن انا هشجع مدريد فرقه زي ليه؟ نادي انا الزمالك فرقه بكلمك محترمه. انا بكلمك فيه ان مدريد دي طريقه لعبها، واغلبيه الشباب تعالى عد معايا العيال الصغيره اللي طالعه كلها متجهه لنفس فكره اللعب الفردي اللي هو. واغلبيه العالم دلوقتي الفرق بقت ما فيش فرقه معتمده اللي هو زي في اصل في فتره كده انا اسف يعني على عيني وعراسي مش هينفع كده على عيني وعراسي برشلونه 2009. بس انت في فتره كده بتاعت جوارديولا فورمه تكون اجويرو مع جوارديولا، اعوذ بالله في حقبه كده جت اللي هي بتاعت اجويرو وجوارديولا دي كانت يعني انا اسف اوسخ فترات حياتي. سيتي جوارديولا واجويرو يستلم يحط ومثلثات ومربعات وسانيه وجابريل لا ده كان عبط فاهم. ما اعرفش ازاي ماشي اجويرو بس يعني ما يجي يعني بالنسبه لي هالاند ما يجيش جنبه حاجه هو تغيير بس فاهم. لا هو سن وبتاع هو راجل مجنون. اصل هو قال لك انا مش عايز مهاجم، قال لك انا عايز مهاجم. اجويرو ما بيعرفش ينزل بره البوكس. هو اصلا انا مش عارف هو ما بيحبش اجويرو. قعد يقول لك قبل ما اجويرو مشي قال لك انا وراح عايز جاب واحد مهاجم زيه. هالاند اول سيزون بجد والله. لا هو قال لك انا مش عايز مهاجم بوكس. مع ان اجويرو كان بيخرج بره البوكس كتير فشخ. هو كان قال لك انا عايز مهاجم ينزل ويلعب وفولس ناين وانا كان بيعمل كده. لا هو كانش عاجبه اجويرو. راح جاب مين؟ خيسوس في يناير. هو حكم على اجويرو اخر سيزون اللي هو ايه؟ لا يا ابني اجويرو 100 نقطه يا ابني الموسم ده اللي كسبوا لك فيه 5-0 اجويرو كان مطلع نار. ثاني سيزون يا اسطى او تاني سيزون لجوارديولا. لا انا بتكلم على اجويرو في الاخر قبل ما يروح برشلونه. هو ليه ايه كانت ازمته لما مشي؟ كانت خناقات ايه؟ ان اجويرو ما بيخرجش فراح جاب خيسوس عشان خيسوس لعيب بيتحرك. ايوه وفي الاخر راح جاب مين؟ لعيب ما بيعرفش يلعب برجله اصلا. راح جاب لعيب على راسه بس اللي هو اصلا اجويرو كان بيعمله. فهو انا بالنسبه لي ده عبط يعني. بس فدي كنا عايزين نبدا بيها في السيتي. بس انا دي كنت عايز اتكلم فيها حته انه خلاص انت اغلبيه انا احساسي ان حقبه الظاهره وحقبه اللي هي اللعيبه اللي كانت تيري هنري اللي هي اخر حد فيها بالنسبه لي كان هنري فاهم. اللي هي الحقبه الجميله، الحقبه اللي الناس كانت من الاخر ناس بتلعب كوره مفيش بقى جو سيستم وهنا تقفل وهنا تقف مربعات والجو ده. عشان بالنسبه لي الحاجات دي بتقتل الكوره. والله انا مخالف الراي تماما بس قشطه يعني. اصل تعالى شوف بعد جيل هنري وبعد الاستاد ده كله شفنا لعيبه جامده قوي بتلعب كوره جامده. هو مين قال مفيش لعيبه بتلعب؟ لا او عيال بتنزل الملعب ماليش دعوه بالخطه انا هفنن كده. انا بتكلم بقى على ستايل لعب الفرق بره فرقتين 3 4 في العالم. يعني برشلونه هو انت برشلونه اذا كان رونالدينيو مشاه يا اسطى عشان رونالدينيو غير الحاجات اللي بره. رونالدينيو ما كانش يرضى ان هو يحجمه في الملعب. رونالدينيو ما كانش يرضى ان هو يحجمه في الملعب ويقول له يباصي امتى ويستلم امتى وتوش كوره يا ابني احنا عملنا بجوارديولا دلوقتي. انا بقول لك عامه كاجيال انت بتقول ان هو كان بتكلم في طريقه اللعب بعد كده. انا دلوقتي بقول بره جوارديولا. لا بتكلم في طريقه اللعب نقطه ان الاجيال ما بقاش فيها لعيبه غير روبوت. فبقول لك لا الاجيال كان فيها ماليش دعوه بجوارديولا وازاي بيتعامل مع اللعيبه. ما فيها بس اللعيبه اللي كانت بتطلع فيها. انت زمان يا اسطى لما كنت تيجي مثلا تبص في اغلبيه الدوريات هتلاقي ان في كل فرقه فيها لعيبه كتير. يعني انت تيجي تبص على الحقبه اللي بعد كده هتلاقي ان في لعيبه بس مش لعيبه كتير مثلا في مركز نص الملعب. يعني حقبه اللي هي مثلا من 98 لما فوق لو تيجي تبص لعيبه نص الملعب لعيبه كتير جدا. لو تيجي تبص من 2010 مش هتطلع لعيبه يعني هتطلع كام واحد 8 جامدين يا اسطى مش زي زمان يا اسطى. اللي هو من كام لكام؟ من بدايه 2010 من بدايه يا اسطى ظهور 2009 بتاعت جوارديولا انيستا وتشافي وكده. هتطلع كام لعيب 8 هو وانيستا في نفس الليفل. هتطلع فوق ال10 يعني لعيب بيلعب 8 زي انيستا هم جامدين. لا مش هطلع لك في المركز بس ممكن اطلع لك كاسامي. ما هو كاسامي فيه زي نيستا اكيد لا يعني. ما انا بتكلم فيه. انت لو جيت بقى بصيت زمان ارجع لعيب مركز 8 هتلاقي مثلا في بتاع 8 9 10 جامدين. يعني تلاقي في ايطاليا بيلعب مثلا حد تلاقي بيرلو مثلا بيلعب في ميلان هتلاقي قدامه الناحيه الثانيه في انتر حد بيلعب جامد. هي دي اللي بتكلم فيها. انت لما تيجي تبص هتلاقي ان هو انيستا هو فزه في مركزه عنده تالنت مرعبه زي تالنت ميسي وتالنت كريستيانو فظهر.
لكن يعني اي حد، لكن بالنسبه لي في لعيبه تانية كانت جامده بس هي في النص في الافريج، ان هي لعيبه حافظه بتنزل تسيستم الدنيا تلعب الكره الحلوه وخلاص. يعني دي جت في اسبانيا، في تاريخ اسبانيا كتير اللعيبه دي، لعيبه زي يعني فابيان بالنسبه لي كده. فابيان كده كمان في نوعيه لعيبه فابيان، اللعيبه دي جت كتير قوي، فانا بقول لك اللي هي بتساعد منظومه وخلاص، بس لا هو مش بينزل فاز لوحده، ان هو راجل مجتهد مركز في التمارين بيساعد المنظومه بس وخلاص. مطلوب منه حاجات بيعملها. لكن انت لما تيجي تبص على في تاريخيا من اول 2010 على كل مركز، ومش قصدي حاجه يعني، مثلا واحد زي صلاح مثلا، انت جيت بصيت على وينج يمين من 2010 هتطلع كام وينج يمين جامد؟ زي صلاح اه بعد ميسي مفيش حد زي صلاح. ما هو بقول لك في انت مفيش حد زي صلاح بعد ميسي، رأيي انا. وجود السيستم في الملعب، وجود تحجيم الكوره، وانك انت هنا لما تطولش الكوره في رجلك، ما مش عارف ايه، ما انت خطوتين ثلاثه وتباصي وتفتح مساحه، ده بيقلل فكره ظهور لعيبه، او بيقلل فكره الايه، المهاره. ما ده اللي كنت بس اتكلم فيه. انا بحس ان دلوقتي انت لامين يامال بيعرف يعملها، بس لامين يامال طريقه لعبه مش كده. ايوه يعني لامين يامال مش اللعيب اللي حد يقول له باصي بيطول الكره في رجله. حتى في لعيبه اولمو بيطول الكره في رجله. العيال اللي طالعه دي مش، ما ممكن ده مطلوب منهم مسؤول، انت مش قاعد معاهم فوق اللبس يعني، هو انت تحس ان هو جامد فشخ ان هو اسبانيا في لامين يامال كان بيطول الكره في رجله عادي براحته، وديك ويليامز كان بيطول الكره في رجله براحته. ده طلب من المدرب اللي هو تطول الكره في رجلك، اللعيبه تخش عليك ادي كي باص، فاهم؟ بس انت بقى لما تيجي تبص يا اسطى على اسبانيا، لعيب مهاري فتعرف تلم اللعيبه عليك. 2012 اسبانيا لما كانت بتلعب بنص ملعب مهاجم، تيجي تبص على نفس في 2012 اسبانيا بتلعب بنص الملعب لا دي كانت في عز التيكي تاكا ومفيش ده في ده، هي نازلين حافظين يعملوا 90 دقيقه. ما هو بقى ده اللي بكلمك فيه، هو ده اللي بقول لك، هي ظهور التيك توك بالنسبه لي كانت خلينا في دي الفكره، انك انت مفيش لعيبه، اللعيبه الوحيده اللي عندها حريه تنفذ حاجه اللي هو عنده مهاره مرعبه نيمار. هي التيكي تاكا يا صاحبي والله العظيم هي انتهت بقى لها فتره كبيره عامه، هو جوارديولا بيحاول يرجعها مع اللعيبه اللي معاه. التيكي تاكا بالنسبه لنا انتهت من ساعه لما تشافي وانيستا وبوسكيتس، الناس اللي هي بتاع برشلونه دي ابتدت خلاص تخلع من الكوره. جوارديولا بيحاول يرجعها مع الناس اللي معاه ونجح ان هو يعمل كده. نجح، انا شايف هو ان ما لعبش التيكي تيك توك، تاكا هو غير ايوه انا فاهم، بس اللي هو الستايل ده ديلافوينتي بيحاول يرجعها مع اسبانيا مع اللعيبه اللي معاه، مش نفس الكواليتي بتاع زمان، بس بيحاول الستايل ده يرجعه، بحيث ان هي هويه اسبانيا، هويه منتخب اسبانيا. تيكي تاكا هننجح فيها مش هننجح فيها هنلعب بيها، فاهم؟ بس في لعيبه قدام طبعا على كلامك ان هو مش هيعتمد التيكي تاكا قوي زي لامين يامال زي اللعيبه المهاريه دي. أيوة. دول بيساعدوا الخطه، لو احنا تيكي تاكا في النص يدي الكوره ده للواد ده مش عارف يضغطوا عليه ارفع الاوفر. انا بحس اسبانيا كسبت عشان العيال دي كلها كانت مع بعض في فرقه ناشئين بتاعت اليورو تحت 21، يعني العيال دي فاهم، دي حقيقه اليورو تحت 19 نفس المدرب نفس السكواد ونفس كل حاجه كسبوا، لكن ولا تيكي تيكي تاكا ولا الكلام ده كله. لا بس هم لعبوا تيكي تاكا، لا بس كانوا بيلعبوا حلو برضه. هو بيلعبوا تيكي تاكا يا من تحت 21 سنه مع نفس المدرب، هي نفس يعني هو لو حد جه زي اسمه ايه ده بدري على طول يمسك الفرقه مش هيقدر ينفذ كل ده. هي اسباب النجاح كتير. ايوه يعني انت الفرقه مين اللي كان زايد عليهم؟ يامال ورودري ولنورماندي. لا نورماندي تاني كان معانا. يامال موجود معاهم من 21 سنه. لا الفرقه اللي خدت يورو 21 ما كانش فيها يامال. يامال ياسو كان لسه اصلا عيل صغير، كان لسه طالع كان لسه طالع. يامال كان لعب في ايه في فرنسا، البطوله بتاعت فرنسا اللي العيال لسه كانت اسبانيا تلعبها وخدتها، دي كانت يورو 2021 تحت 20 سنه. فرنسا ايه يا عم اللي كانت انجلترا خدتها يا اسطى، دي ساعتها لما كيرتس جونز وهارفي اللي اتحطوا جول في النهائي، دي كان انجلترا خدتها والله. كيرتس جونز ايه يا اسطى؟ لا يا عم والله يا عم اتكلم عادي، انت عايز تتكلم؟ لا انت اتكلم براحتك، اتكلم براحتك عادي. صح الكره الشوطه اللي من على اليمين. ايوه يا عم ده كان تحت كاس عالم 21 ولا يورو تحت 21 يامال اللي كسبهم البطوله يا جدعان. والمصحف اليورو تحت يورو، في يورو تحت 23 دي اللي بتكلم عليها، دي اللي خدها انجلترا. طب انت قلت 21 احنا بنتكلم 21 دي كانت نفس الفرقه بنيك ويليامز بيامال بجاي العيال دي كلها مع بعض. ما كانش فيها اولمو. افهم فرقه اولمو وناي سايمون ونورماند، دي الفرقه اللي هي كانت اللي قبل يامال، دي اللي كان بيدربها اسمه ايه. وديلافوينتي عامه ضرب 21. ما انا عارف يعني درب كل الاعمار السنيه. أيوة. وطلع بيهم المنتخب تاني، فاهم؟ كسبوا اليورو ويامال كان جايب غالبا جون في بالظبط شوطه بالله من 18 شوطه. هم حتى قارنوها ان يامال في بطولتين مختلفين اعمار سنيه جاب جولين مهمين جدا كسبوا المنتخب، جون قدام فرنسا كانوا ضمن الجون قدام فرنسا. انت رايك ايه في الكلام ده؟ عشان بس ايه رايك ايه؟ عظام بيحب الاجلي فوتبول فمش عارف يخش معانا في النقاش. بيحب الدوري الايطالي جدا. انا الكوره انت كوره مكسب وخساره، هو ده ردك. طب ليه ما نكسب بمتعه؟ ممكن نكسب بمتعه. انا معاك عامه اكسب من غير متعه عادي، بس افرق كسبت بمتعه احلى. طب ما انا اكسب برضو على فكره، دي متعه في حد ذاتها. صعب. انا معاك في الكلام، انا معاك. يعني ممكن الناس زي ما قلتها قبل كده، الناس مثلا بتتضايق الفرقه تنزل مقفله، تنزل
ما تخليش الفرقه بس اللي ده برضه قدامك تعرف زمان، تلعب انت كورة مفيش حد وبتاع. بقى بيقدم كوره بتاعت ايطاليا. بس اقول لك على خلاص. حاجه، انا شايف ان انتر بتفرج عليها وبتفرج عليها، اقسم بالله دي حقيقه. مفيش حد بيقدم كره ايطاليا اللي انت بتتكلم عليها دي، نادره يعني. لا موجود، لسه موجود. موجوده في الدوري على بس. فكره من غير الدوري الايطالي، انا ما بتكلمش دوري ايطالي نتكلم بس على بقى يعني اكتر واحد ممكن نتكلم عليه اجلي مش في ايطاليا، سام دايش يا باشا في ايفرتون. اديني في الكلاحه خلاص، اديني في الكلاحه. غير كده على فكره في فرق كبيره وكتير فشخ بتيجي تقدمها لما بتتزنق مثلا في دوري ابطال اوروبا. انت قصدك ريال مدريد؟ لا قول قصدك ريال مدريد. انت بتشجع مدريد في فرقتك الثانيه عادي. يا عم لا، انا قلتها قبل كده على فكره، غير مدريد والله في فرق كتير هو بتقدمها. الفريق الكبير اللي بيجي في فرق تانية. بيدافعوا قصدي. ايوه بيجيبوا ورا عادي، قولها. لا فرق يا صاحبي انت كبيرة. بتشجع ليفر فريق كبير، ليك هيبه، اتكلم لا براحتك. هيبة عادي، اتكلم براحتك. اتكلم براحتي في يعني. هزك انت عايز ايه؟ مش فاهم انت عايز ايه؟ انت عايز توصل لايه من نقطه منكش بقى نيجي لحته السيتي. السيتي؟ احنا مش خلصنا. احنا بقالنا ساعه لا كنا بنتكلم عن على جوارديولا. انا عايز اتكلم على الحلقه دي عموما على الصفقات اللي انت شايفينها ممكن الناس محتاجاها في فرقه محتاجاها في يناير. ما هو بيقول لك السيتي يعني بيقول لك السيتي احتمال تجيب كابتن عمر مرموش. شفت الحوار ده. وارسنال برضو. لا مرموش ارسنال دي اشاعات. مرموش السيتي في كلام، مش يعني طلع ان هو في كلام فعلا ان هو جاب عرض، قدم عرض. وطبعا جوارديولا يعني مصري وشافه يجيب اجوان. جوارديولا من تاني موسم لصلاح هيموت وياخده. جوارديولا حرفيا لو ينفع يدفع 300 عايز مليون واحد زي صلاح. والله. بس انا عايز اقول معلش، هو مرموش مركزه ايه؟ وينج يمين يعني مين زيه في السيتي في المركز مفيش ده؟ حد والله، مفيش حد يقدر يلعب عليه. جريليتش بقى له مثلا 50 هو ماتش. جريليتش ودوكو. يعني انا قصدي ان الراجل ده جريليتش ما جابش جون في 24. انت شفت الاحصائيه دي؟ ما جابش غير جون واحد. ما جابش جون. لا، ما جابش مع جون. السيتي في الدوري ما جابش جون. عمل اسيست. ما جاب جابش. جون بتاع ارسنال. لا ده كان السيزون اللي قبله؟ السيزون اللي قبله. عيب كبير. في 24 ما جابش جون عيب كبير جدا والله. ده حقيقي في الدوري يعني. ما جابش اي حاجه خالص فطبعا مرموش لو راح هيلعب اساسي طبعا. وفي مرموش طبعا انا بكلمك بقى الصفقات اللي انت شايفها ان هي لو جت تفرق مع السيتي يعني. سيبك من الاشاعات. هو لازم سي دي ام. مين بقى غير زوبامين؟ الكلام على زوباميندي والكلام على ادرسون بتاع اتلانتا. هما الاثنين دول الكلام عليهم يعني. انا شايف ان هم محتاجين سيرد باك صراحه. هو كده الدفاع السيتي كله وحش. لا محتاجين حق روبن دياز يعني. ليه وحش ليه؟ انت على فكره هي الدفاع السيتي كان حلو فشخ لدرجه لما الفرقه كلها وقعت مره واحده، بس نفسيا هي الفرقه وقعت. لا على فكره الفرقه كلها دفاع متاثره. السيتي من زمان على فكره وحش السنه. كان قشطه. كان اللي هو ايه، لو افكر كان قشطه بس متداري. ما هو متداري بوجود رودري وبوجود اللعيبه اللي قدام في فورمتها وبتاع والكلام ده كله. بس ان انت دلوقتي جيت بقى بغياب رودري اصلا هم بس شايف المشكله في نص الملعب عموما يعني. وانا شايف كده برضه. لا دفاع السيتي يا جدعان، ما هو في ماتشات كتير جدا حلو بتخلص. ماتش فاينورد اللي هو بتاع 3-3 في دوري الابطال، جفارديول غلطان في 3 اجوان. الدفاع كله مش جفارديول بس. لا جفارديول في الجون بتوعه، وفي واحد على ستونز وفي واحد في ايدرسون مش عارف ايه. ماشي، بس انا برضه بقول لك ان الفكره ان هم واقعين نفسيا يعني. الفرقه دي كانت تمام دفاعيا ماشيين، لما نص الملعب اتاثر جامد بان عيوب الهجوم وبان عيوب رودري يا صاحبي. ما اعتقدش لا مش مفيش لعيب. بص ما اعتقدش انهم واعيين نفسيا. العيال دي ما عندهاش نفسيه. العيال اللي بتقعد تكسب 7 مرات دي نفسيتها بتتجدد كده. دي العيال دي ما بتقعش نفسيه خالص. لا عادي لما انت ممكن تقع على الزمالك يقع نفسيه، لما يكون برشلونه عادي فرقه بتكسب الزمالك انت. ايوه ما ترد عليه يا عم. ايوه يعني انا بتكلم يا اسطى مش قصدي حاجه. انا قصدي يعني الزمالك بيقع ساعات نفسيا. كنت لسه اقول فرقه في اوروبا احنا كليفربول بنقع عادي ساعات نفسيا، لكن السيتي في الاول في الاخر فرقه يا اسطى كل سنه بيجدد لها طموحها. ما بتقعدش هي كل سنه عمرها ما وقعت وقعت دي مع جوارديولا في تاريخها. انا بالنسبه لي مشكله مع حب جوارديولا، فيمكن نفسيا وقع بسبب ان هو نفسه عمره ما وقع. بالظبط. هو يمكن الفرقه كلها وقع بالمدرب ان هو احنا كنا فريق مثلا توب هنا، فجاه وقعنا كده فنفسيا. هي نص الملعب وكمان غير رودري غياب دي بروين ما بيفيش. دي بروين ما طلعش حاجه السنه دي. سيبني اقول حكمه. اي حد بيوصل البيك بتاعه وبيفتري على الناس كلها وقعته بتبقى وحشه. الوقت الصيف نخش في النقاش ده بقى. ايش طب انت يا صاحبي بمناسبه رودري امبارح اتكلم على كابتن كريستيانو. على التسويق بتاع كريستيانو. انتوا شايفين ان رودري غلطان في رده ولا ان كريستيانو عيوط؟ يا عم رودري قاعد في البيت فاضي. طب ثانيه بس. طب ممكن بس نناقش الكلام عشان انا هموت اتكلم في الحوار ده الصراحه. ماشي. تصريح كريستيانو بتاع هو عايز يمسك في كريستيانو خلاص. لا والله يا همسك كريستيانو، هنعرف نمسك كريستيانو يعني. هو صاحب كريستيانو اتكلم قال لك ان طبعا ملخص الكلام ان البالون دور واحنا ايه الجلوب سكر. لا هو ما قالش كده. ملخص انا مش بقول لك هو قال كده. انا عارف هو قال ايه. قال ايه؟ بص يا صاحبي هو قال ايه. الراجل قال ان قاعد يقول لك في لعيبه كتير شباب طالعه يامال وبلينجهام وفينيسيوس وكذا 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 وكذا. يا عم قول على الحته بتاعت البالون دور. وقال ان انا اللي من فينيسيوس يستحق البالون دور
وانا شايف راين رودي ما يستحقهاش. وقال وجهه نظره. وواحد كان منزل تويته تاريخيه يعني قال لك I want to pay money to know يعرف راي كريستيانو في 2022 بالون دور بتاعت ميسي. خلاص دي دمار دي. دي قاعد بيشتم في البيت فاهم. فايه فهو ده وجهه نظره. رجع قال طبعا الجلوبال سوكر ليه؟ عشان هو الراجل في الامارات وفي الخليج لازم يديهم كلمتين اعلامي. كريستيانو هيقول كلمتين حلوين كماركتنج وقال لك وبرده هي جلوبال سوكر بتعمل كفوتنج وعشان كده ممكن هي هلس شويه يعني هي شفافيه بس شفافيه اوفر. انا قصدي ان لعيب زي بس كريستيانو هي بتعمل فوتنج يعني وميسي ما يخشهاش دي غريبه. لعيب زي كريستيانو ما ياخدهاش ما يخشهاش. هو ملاهج النهارده. وانت عمال كريستيانو تشتم صاحبي كريستيانو لما كان بياخد البالون دور اكتب له كل ده بالقرعه دي. كريستيانو لما كان بياخد البالون دور كان بيقول لك ان البالون دور انا عايز انهي كاريري باكبر عدد والبالون دور دي الجائزه الكبرى وبتاع. ميسي معديه قال لك سرقه. قال لك انا مش هعتمد على الجوائز. قال سرقه فين يا اسطى؟ اسمع بس بالراحه بس. قال سرقه فين والله العظيم معظم التصريحات ان انا مش هعتمد على الجائزه دي ان هي ليها علاقه بالتصويت. انا ليا علاقه بالجوائز اللي هي ليها علاقه بالمجهود الفردي زي الحذاء الذهبي. ام ميسي ايه مديله. راح السعوديه قال لك ايه بقى بس انا كده خسرت كل حاجه. انا جلوب سكر هي اهم جايزه طب ما الراجل هداف التاريخ يوصل للكوره. دي وجهه نظرك؟ وايه علاقه ده مش دي وجهه نظرك يعني ما ارقام اهو بيتكلم ارقام. انا على عيني وعلى راسي. انا بتكلم في المبدا اللي بيتغير. انت دلوقتي كنت بتتكلم ان في جايزه الطب بالنسبه لك ما عرفتش تحققها وغريمك اللي حققها تخش على الجايزه اللي بعديها اتحققت من غريمك. ايه يا عم ما تعصبوناش. طيب ما تعصبوناش بقى. انتوا لا انتوا بجد مش منافقين. انا مش واضح قوي يا مش منافق. بيغير رايه على حسب هو بياخدها ولا ما بياخدهاش. لا خالص. انا بموت في كريستيانو اصلا بس ما ينفعش يا جدعان ده. لا بص تعالى ميسي بياخد حاجه وما بياخدهاش راجل ساكت. لازم نفهم حاجه برضه. نفهم ان كريستيانو ميسي عشان متخلف عقليا. ايوه لازم نفهم حاجه ان كريستيانو برضه هو ما في تفهم ان كريستيانو اصلا في الاول وفي الاخر هو وجوده في الجائزه دي كلها ما هو الا ماركتنج ما هو الا دعايه. والجائزه دي مش رايحه لحاجه. السكر دي ما الا دعايه بس مش لازم النفاق. مش لازم النفاق يعني اطلع يا باشا. يا باشا السكر دي جايزه كبيره. اشكر الامارات اشكر بيقول كده خلاص حلو بس ما تلقحش على اللي هو مثلا ايه. انا اصلا بقالي فتره مش بعتمد البالون دور. هو ما قالش كده. لا ما قالش كده. قال فينيسيوس كان يستحقها وجلوب السكر اكتر شفافيه وسكت. لا قال اللي هي يعني يبقوا ركزوا اكتر مع الجلوبال سكر او حاجه كده عشان هي اكتر شفافيه. يعني هم القحش على البالون دور ان هي من الاخر ما قالش كده. كفايه يا عم ما قالش كده يعني. طب عشان ما نبعدش عن السؤال اللي سالته لك بس انت سالته ايه كنا بنتكلم على الصفقات. انت كنت بتقول لي السيتي محتاجه حد في نص الملعب. يجيبوا كريستيانو يجيبوا كريستيانو. طيب يوم الاحد ننقل بقى بره السيتي نفس المدينه. ثانيه واحده معلش. ابويا نرد على الحاج. نيجي بقى لايه الحته الثانيه من يا عم ركز معايا سيبك من الازازه عطشان يا اسطى يا عم اشرب يا عم. كمل كلام يا عم هو احنا مش قاعدين يا عم في مصطبه. بتعمل دعايه يا صاحبي كده. خش معانا خش معانا. نيجي بقى يا اسطى للجزء الثاني من المدينه هو ماتش يوم الاحد يونايتد وليفربول. الماتش ده مستني. صعبان عليا ايه صعبان عليا. لا انا شايف انه مش هيخلص سكور. مش هيخلص سكور. لا ليه صلاح بيعشق يونايتد وصلاح في التوب فورم. انا حاسس ان صلاح على اللي هيعمله. لا برضه يعني طب نفتكر الكلام ده. يعني انا صلاح هاتريك مثلا. لا مش هتشوف الماتش هيخلص مثلا 2-1 ليفربول. لا انا حاسس ان ممكن ما اجيبش جول اصلا. لا بص بعد ماتش في كام ماتشات لينا. هو الراجل ده مش لسه معدي؟ خالد ده ولا مين؟ بعد في كام ماتش كده في ليفربول شفتهم الموسم ده مع فرق صغيره. ومنهم وست. قصدك اللي يونايتد صغيره يعني ولا ايه؟ لا قصدي يعني شكله قصده كده يا عم سامي. لا يا اسطى ما يقصدش. لا كمستوى يعني انا ويست هام اصعب دلوقتي. بس انا بتكلم انه ويست هام دي انا بلعبها دايما حتى لما بيبقوا وحشين ماتش سخيف. ويست هام كسبتها 5 ماتش كان مريح. ماتش انت هتكسبه مستريح كده يعني كده خلاص توت مش مقتنع انه هيوقع نقط. ده رايي برضه. بس بقى كامل السكور ما اعرفش. بس ابو مكه بسم الله ما شاء الله ماشيه معاه ايه ويعملها كده تخش يعملها كده تخش فاهم. بيشوط اول حته ماشيه يعني كده جون كده هي ماشيه. بس عايز اتكلم على يونايتد مش عايز اتكلم على ليفربول. يونايتد اموريم دلوقتي هو جه كسب اول ماتشين. اموريم محقق رقم قياسي اوسخ من اللي تنهاك حققه بجد والله. لا كان فيه مش فاهم. طب انت بمناسبه الكلام عن كريستيانو معايا افتكرتها جدا والله. افتكرتها والله. حد خد باله لما لا ده كلام حلو بقى ان رونالدو بيقول لك ان هو ممكن مع الوقت القادم او القريب ان هو يبقى رئيس نادي مانشستر يونايتد. يبقى الملك نادي مانشستر يونايتد.
والله اللي هي المشكله مش في المدرب، المشكله مش في اللعيبه، مش اكبر من كده. والحل هيبقى عندنا لو مع الوقت ان انا لو بقيت ملك للنادي يعني. تبقى جامده. اتمنى اشوفها. هي غريبه بس جامده فشخ. تبقى جامده فشخ. وكريستيانو جونيور هو بيلعب ضغط ولبس 7 ضغط في الملعب تحت وهو بيجري. خلاص هو بعديها برضو قال لك انا مش شايف نفسي. هو زمان رونالدو كان بيقول ان هو ممكن يبقى مدرب. قال لك انا مش شايف نفسي كمدرب خالص. هو حاسس ممكن شايف يداري نفسي كحاجه في الكوره بس مش مدرب. مش اللي هو ينزل ويبقى ليه نتائج وحشه وخلاص عمل كارير حلو. مش عايز يبوظه بسرعه وحشه. يمسك رئيس الفيفا بقى يقعد يكسب البلد. هيمسك حاجات بقى اللي هي يرجع برضه رقم من جروب سكر بقى. بس على فكره شايف رونالدو لو مسك حاجه في الفيفا او يعني بحس فك الكلام ده ده وحش قوي. لا بحسه وحش قوي. حقاني اصل هو شخص منافق. حقاني قوي. لا 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 حقاني والله. يا عم ما تبقاش والله لا. مش مغلول كده. مش يا ابني مغلول فين؟ انا بقول لك عنك احمرت يا عم. انا بقول لك والله قدامك احمرت. انا بقول لك عن نفاق. انا مش مغلول منه في حاجه. ماشي اللي هو الكلام متغير وانا قلت لكم الكلام اللي اتقال وبعدين اللي اتغير. نرجع بقى لحته خلينا في يونايتد. كنت عايز يونايتد اموريم كسب دلوقتي ماتشين بعد كده رجع خسر حتى بعد ما كسب سيتي والضجه الكبيره ومادي ديالو والناس كلها ابتدت تاخد بالها. الراجل خسر في بورموس وخسر نوتنجهام. لا خسر بورموس 3-0 خسر نوتنجهام خسر ماتشات كتير قوي. خسر صعب عليا قوي بقى ماتش نيوكاسل ده. اموريم في الدقيقه 20 فاهم الراجل لبس التاني. اموريم قاعد على الارض هيعيط. واضح ان هو مش عارف يعمل ايه يعني. واضح ان هو عرف انها فرقه يعني عرف ان هو جاي فاهم حته. لا انت بجد لعيب فين؟ في يونايتد العيب فين؟ انا افضل اقولها العيب فين؟ ما كانش في تناج. العيب في جزء هي فرقه هي شله وجزء من اللعيبه. ولما برضو ناشئين يعني لما يبتدي يا اسطى الناس تبقى العيال اللي بتبقى بتلعب دي تبقى دمها على النادي. هو كام واحد اللي دمهم على النادي؟ الباقي يا اسطى صعبين قوي يعني لما راشفورد ده يا اسطى يبقى المفروض العيل الصغير بتاع النادي واللي طالع وبيلعب يعني انا اسف بقى في الكلمه بيلعب بالعلويه دي. يا عم جرناتشو يا عم جرناتشو انت لسه عملت ايه عشان تتنك وتعمل كل اللي انت بتعمله ده؟ انت لسه عملت ايه اصلا في الكوره فاهم؟ يمكن عشان هم واخدين المساحه ان هم يعملوا كده. ما ده اللي بتكلم فيه. الاداره سايبهم يعملوا كده. المدرب سايبهم يعملوا كده. لا اموريم طلعهم. اموريم عاقبهم وطلعهم يا اسطى. لا انا بتكلم من قبل كده يعني. هم اتعودوا على الستايل ده اللي هم واخدين راحتهم ان هو احنا هنتعالى براحتنا. ما شفت زكيرسي لما طلع وكان متضايق برضه ما هو دخل هو ومشي وبتاع. وساعه ما جابوا بتاعت كريستيانو القديمه. بس غريبه في حوار التناج بس مش عايز ارجع له. انا عارف الحوار ده بس خلاص تناج مشي. ان هو ساعه كريستيانو ذكرت انت بقى كريستيانو طلع كريستيانو من الملعب كان بيسخف على كريستيانو الجو ده. بس كانش يعمل كده مع لعيبه ثانيه. يعني راشفورد ده عمري ما شفته بيضغط في حياتي. ماركوس راشفورد هو كان بتاع الضغط. راشفورد بس هي واضحه عندي الاجابه عادي. هي التناج عامه بانت في كذا لقاء منه ان هو عايز يبقى هو المسيطر على اوضه اللبس وان هو يبقى هو الكابتن في كل حاجه. فهو حس ان معاه لعيب زي كريستيانو رونالدو ممكن حتى ياثر على اللعيبه. ده ممكن يحط خطه. فلا احنا بقى هنرخم على مين؟ على اللي هو اللي ممكن يبقى يعني هو هقول لك حاجه. هو بياخد نقطه على قفاه قدام اللعيبه اللي عنده كلها. اللي هو انتوا قدامكم كريستيانو رونالدو اللي هو الموديل بتاعكم كلكم اصلا. طب انا هطلعه من الملعب. انا اللي بيلعب وحش هطلعه عشان اللعيبه كلها اللي هو ايه تكن فاهم اللي هو انا لما بحب اطلع حد اطلع حد. فجت في مين؟ في كريستيانو. طب انتوا شايف ان اموريم يعني انا والله مش قصدي شايف ان هو يونايتد في يناير ايه الصفقات اللي ممكن تيجي لاموريم في مراكز مثلا تفرق معاه؟ كريستيانو رونالدو. يا عم لا. بس عموما في الاخر لو سبت حد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك على الفيديو وتنزل تبص تحت في الديسكربشن تعمل فولو على انستجرام وتيك توك لو عايز تشوف الشورتس اللي بنقدمها. وشكرا ليك. دوس. اقفل.